على موقع القاهرة الطفل الفلسطيني بطل مسلسل صحاب الأرض. أنا فلسطيني الأصل وبشجع نادي الزمالك. طلبوا مني ارتداء تيشيرت الأهلي فبكيت. بكى الولد، بكى عشان كانوا عايزين يلبسوا تيشيرت الأهلي بالغصب. اللي هو مخرج المسلسل. بحب نادي الزمالك جدا وأمنية حياتي أقابل شيكابالا والدباغ. ويطلع علينا منتصر رفاعي بيقول لك أهو البطل الجميل ده طلع زملكاوي وقال إنه بكى لما كانوا عايزين يلبسوه تيشيرت الأهلي غصب عنه، وحلم حياته يقابل شيكابالا. شبه منتصر رفاعي اللي هو بيقعد يسرسع عليه. متخيل يا عزيزي كم القهر والظلم من بيتر مين، من مخرج العمل، انه عايز يلبس الولد ده تيشيرت الاهلي بالعافيه. انا مش مصدق. ليه؟ طب هو زملكاوي يا عم، ما تلبسه تيشيرت الزمالك. ايه المشكله يعني؟ ولا ده المشهد عامه بيخدم الدراما؟ طب اقول لكم على حاجه، ما تيجي نشوف الولد ده قال ايه في البرنامج. اصل انا كنت شايفك طالع بتيشيرت الاهلي. اه الدور كان كده. اه الموضوع خد بروباجندا كبيره قوي ان انت زملكاوي ولبست تيشيرت الاهلي. شايف. يعني هو عادي، اي حد. امال في حد قال ان انت كان حد قالك تلبسه غصب عنك في التصوير، هل ده حصل؟ لا. عادي جدا صح؟ انت عارف يا جماعه مش ممكن والله، يعني كميه كذب وتدليس من الاعلاميين الزملكاويه. قال لي الولد بكى ومش عايز يلبس فيلة الاهلي ايه يا عم انت، هو في ايه؟ ايه يا عم في ايه؟ ما احنا كلنا مصريين، اهلي وزمالك ايه وبتاع ايه؟ احنا نركز في المسلسل نفسه، مش بيحكي لك عن القضيه الفلسطينيه، وده جاي يقول لي لبسوه تيشيرت الزمالك الاهلي بالعافيه. يا جدعان حرام عليكم بقى، استغفر الله بقى. طب ليه الموضوع خد بروباجندا كبيره قوي ان انت زملكاوي ولبست تيشيرت الاهلي؟ شايف. انا اقول لك ليه يا كابتن، عشان يغذوا نظريه المؤامره الكونيه اللي بتتعمل على نادي الزمالك بس، وان الاهلي ظالم والاهلي بياخد كل حاجه بالعافيه. اهو الولد اهو قال لا، ما حدش لبسنا حاجه بالعافيه. هو المخرج شايف ان اللي لبسه في النادي الاهلي كده في الاخر هيخدم مصالح الدراما. زي ايه؟ هجيب لك انا ممثل زملكاوي عمل مشهد زي ده في فيلم وهو زملكاوي، ليه؟ عشان هيخدم الدراما بس مش اكتر. لقيت الانبوبه فاضيه. خديها وغيريها مشينا. يعني هشيل الانبوبه على قلبي وانزل اغيرها؟ عندها البواب. ما انا جيت انده على البواب لقيته راح يتفرج على ماتش كوره في استاد القاهره الدولي. الزمالك بيلعب النهارده. بس يا عزيزي، مع ان الله يرحمه يونس شلبي كان زملكاوي ومعروف ان هو زملكاوي، بس المخرج شاف ان القفشه دي هنا هتخدم الدراما وهتجيب صريخ ضحك، بس مش اكتر ولا اقل. يعني ده يعلمكم ان احنا ما نصدقش اي حاجه في صفحات الزملكاويه. كله كذب في كذب وتدليس بطريقه فظيعه. ليه كده يا جماعه؟ ليه؟ ما احنا خلينا حلوين مع بعض احسن. بس يا عزيزي، ده كل الكذب والتدليس اللي كان معانا النهارده من صفحات واعلاميين الزملكاويه. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تحط لايك، ولو اول مره تشوفني تنزل تعمل اشتراك في القناه وتدوس الجرس على الكل، ولو عايز تشير الفيديو طبعا تشيره. وفي الختام بقول لك سلام.